السلام عليكم. كنتي مول سوبر مارشي، مول سوبرات ولا مول هري، كتبيع طول النهار، مرة بالكاش، مرة بالدين، مرة جملة ومرة تقسيط. عندك مئات ديال السلع في لي رايون ولا في الرفوف ديال المحل ديالك، وكليان مختلفين، واحد باغي حبة والاخر باغي كرتونة. وفي الاخير كتسول راسك، شحال ربحت اليوم، شحال باقي في الستوك، شكون باقي ما خلص، واش انا خدام مزيان، خدام بلا غلط، واش غادي مزيان، واش غادي في الربح ولا غادي في الخساره. الحل هو واحد: سيستم جيستيون كوميرسيال او سيستم اداره التجاره. شنو هو هذا سيستم اداره التجاره؟ أم، سيستم اداره التجاره ولا سيستم جيستيون كوميرسيال هو برنامج كيخدم على البيسي ولا كيخدم في البيسي، كيخدم في الطابليت، كيخدم في التليفون. ماشي فقط غير سيستم ديال لاكيس، ولكن منظومه كامله كتنظم لك تجارتك. ولكن كيفاش؟ اولا ملي كتبغي تبيع الكليان سواء بالتقسيط سواء بالجمله، كيعاونوك تلقى السلعه دغيا بالباركود، كيخرج لك التيكي اللي كتعطيها للكليان. بهذا الشكل كتبان انك بروفيسيونيل محترف، وقدام الكليان كتبان يعني خدام بواحد الطريقه بروفيسيونيل، طريقه نقيه. ثانيا ستوك، اي سلعه دخلات ولا خرجات، اي سلعه دخلات ولا خرجات كتسجل في الوقت في الوقت الحقيقي. ثالثا لانفونتير، مره في الشهر ولا في الاخر ديال العام كتحسب السلعه وكتشوف واش الحساب اللي عندك في السيستم مطابق في الواقع اللي عندك في الستوك. رابعا لي كريدي او الديون، سواء زبناء الجمله ولا التقسيط، كل شيء مسجل بالاسم ومبلغ. هادو هما بعض المميزات ديال سيستم جيستيون كوميرسيال. ولكن شنو خاص يكون في اي سيستم جيستيون كوميرسيال مزيان؟ يعني قبل ما نشري سيستم جيستيون كوميرسيال شنو خصو يكون فيه ضروري؟ اولا باركود سكانر. باركود سكانر باش البيع يكون سريع ودقيق، كتسكاني المنتوج، الثمن كيطلع والستوك كيتحدث. ثانيا لامبريمون تيرميك او لا تيرمال برينتر ولا برينتر حراري، هذاك الصغيور كي يطبع تيكيت صغير للتقسيط ولا الفاتوره كبيره للجمله، وكتكون احترافي والزبون كيثيق فيك. ثالثا يكون كيخدم اوفلاين، يعني بلا انترنت. بهذه الخدمه كتبقى يعني المعلومات ديالك عندك محليه، ما كتكونش في الانترنت، ولا حتى طاح الويفي او ما بقاش عندك الانترنت البيع كيستمر ما كيوقفش. سيستم ديال ستوك، يعني خص يكون كيتبع الستوك ديالك، كتعرف في الوقت الحقيقي شحال بقى عندك من كل سلعه. الا قربت تسالي كيعلمك باش تطلب السلعه قبل ما يجي شي زبون وما يلقاهاش. ومن المميزات ايضا اللي في هذا السيستم خصو يكون كيدير لك لانفونتار، يعني مره في الشهر ولا في الاخر العام كدوز تحسب السلعه في لي رايون، السيستم كيبان واش الحساب، كيبين واش الحساب صحيح ولا كاين نقص، وهكا ما كتبقاش خدام ومغمض عينيك. من المميزات ايضا في هذا السيستم اللي خصو يكون فيه تدبير الديون او الكريدي، سواء كليان تقسيط ولا الجمله. الا كنتي كتعامل بالكريدي كلشي مسجل، كيكون مسجل في السيستم بالمبلغ وبالسميه. ملي كيجي يخلص كتنقص يعني القيمه ديال الكريدي اوتوماتيك. هذا السيستم خصو يكون سهل الاستعمال. مول الهري ولا مول السوبر مارشي ما عندوش الوقت باش يخدم بسيستم معقد، خاصو يكون واضح وبسيط. والبيع في السيستم ديال لاكيس ستوك والجرد خصو يكون داكشي بسيط وسهل الاستعمال. الثمن ديال السيستم جيستيون كوميرسيال، السيستم جيستيون كوميرسيال ماشي غالي بزاف. كيبدا الثمن تقريبا من 1500 درهم في العام، وكيقدر يوصل حتى ل 20000 درهم في العام على حسب الحجم ديال التجاره ديالك وعدد الاجهزه. يعني كل يعني عندك حلول مختلفه على قد الجيب وعلى قد النشاط ديالك. الا كنتي مول الهري ولا مول سوبر مارشي ولا مول سوبريت اللي كيعتمد على الكناش والذاكره، راه كتضيع الوقت بزاف وكتضيع عليك فرص. ملي كنتي كتستخدم سيستم جيستيون كوميرسيال كتكون منظم، عندك ارقام دقيقه والتجاره ديالك كتكبر بكل ثقه. التجاره اليوم خاصها السرعه والوضوح، خاصها الرقمنه، واللي يدخل الرقمنه اليوم غدا غادي يكون رابح. ايضا في سيستم جيستيون كوميرسيال واحد الحاجه نسيت ما زدتهاش، هو انه خص تكون خدمه ما وراء البيع.
بزاف الناس مع الاسف كيشريو سيستم جيستيون كوميرسيال، منين كيتصلوا بالسيد اللي باعوا ليه ما كيلقاش، ملي كيبغيو شي حاجه جديده في السيستم تزاد، اولا شي بوطونات زاد، اولا شي حاجه ما كايناش في السيستم باش يزيدها مول السيستم ما كيلقاوش، وكتكون خدمه ما وراء البيع رديئه. وبالتالي فردوا البال من عند من كتاخذوا سيستم جيستيون كوميرسيال، باش تكون يعني واحد الشخص موثوق ولا شركه موثوقه اللي كتساير معاكم التطوير ديال هذا السيستم ديالكم، ولا احتاجيتو ولا دورتو ليه خصو يكون في عين المكان. كنتمناو تعطيونا الاراء ديالكم، واش ديجا خدامين بسيستم جيستيون كوميرسيال، وشنو هما يعني الخبره ديالكم مع سيستم جيستيون كوميرسيال وسيستم اداره التجاره، واش نتوما فرحانين خدامين به، ولا فيه تعقيدات وفيه اشياء اللي نتوما ما باغييناش. تبارك الله عليكم وشكرا.